منتخب مستوى كبير، الغلبة للمنتخب الأغلى التأهل المستحق، يستحق التأهل عن جدارة واستحقاق، لأنه كان المنتخب فريق واقعي ضغط عليه عاليا وأجبره اللعب بالكرات الطويلة، والشيء اللي كان سهل. في الشوط الأول كان الأفضل من حيث الفرص، حتى حارس كان في المستوى هو من كاليتير الآخرين اللاعبين يلعبوا في مستوى عالي، وشفناهم حتى في لامانيير كيفاش ضربوا. شفنا مستوى في كرة القدم، شفنا اللاعبين، شفنا المدرب فور في ليزانترفال وغلق عليهم ليزانترفال، ولاو يخرجوا سي كوتي. تسمى درسهم جيد، درس ليكيب ادفيرس باش منحهم الانترفال هذوك اللي هما الفور تاعهم. واش دار؟ شفنا اللمسه نتاع المدرب بان سيرتو اون دوزيام ميطون، ولو شفنا نحن باللي كانوا قادرين يخلصوا المقابله سور بلاس. ان تري بون ماتش دي دو كوتي، لي دو كوتي. شفت فريمون ان تري بون ماتش، المستوى في القمه. دونك كل واحد كاش يشوف الفوتبول على كل حال. بون نقول لك تستاهل، ممكن لا كري ان بو بلوس دوكازون. المنتخب المغربي يطير الى مونديال الولايات المتحده الامريكيه كاول منتخب افريقي. هذا ما يؤكد ان الرياضه المغربيه وكره القدم المغربيه يسيران في الطريق الصحيح. صحيح صاحبي، اول منتخب افريقي يترشح رسميا لنهائيات كاس العالم من امريكا في 26 هو المنتخب المغربي. صاحبي اللي يخدم يلقى، هذه الحقيقه. المنتخب المغربي صاحبي هذا ثالث مونديال على التوالي يكون متواجد، 2018 2022 و2026. المنتخب المغربي قاعد يحقق في انجازات كبيره، اول فريق افريقي العربي يوصل للنصف النهائي نتاع كاس العالم. انجاز كبير، ولا انجاز مع سامحني، مع قيمه الملاعبيه. عندهم لاعبيه من طراز عالمي، معناتها لاعبيه يلعبوا في الريال مدريد والبي اس جي معناتها والبايرن وميلان. منتخب كبير، منتخب افريقي بمواصفات عالميه. منتخب كبير، الناس تخدم. رئيس الجامعه السيد فوزي لقجع قاعد توا يجني في الثمار تاع العمل نتاعو على جميع المستويات رياضيا وماديا. صاحبي راهو المغرب باش يكون واحد من 3 المنظمين لكأس العالم 2030. دونك من تو قاعد يجهز الملعب نتاعو للحضر باش عنده ملاعب اخرين. بصراحه الناس قاعده تخدم، الناس قاعده نجاح ما جاش هكاك من فراغ. نتذكر كنا المغرب 10 سنين التالي كان على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى النتائج. المنتخب شفنا لقجع، فوزي لقجع منين جاء؟ فوزي لقجع جاء من نهضه بركان. نهضة بركان تشوفوا كان فريق مغمور ولا فريق افريقي معروف يقرا له 1000 حساب. المنتخب معناتها النجاحات بدات على مستوى فريق ومن بعد مشات للمنتخب. شفنا النجاحات هذه ما جاتش هكاك راهو صاحبي. النجاحات جات على خاطر فما ثقه ما بين السلطه في المغرب وما بين رئيس الاتحاد نتاع المغرب. فما تكامل، فما حريه وفما نتائج، لانه تعطيني الحريه وتعطيني الامكانيات انا النتائج بتجي، والنتائج جات. شفنا نتائج مشرفه جدا على جميع المستويات، مش حتى في كره القدم بركه. الرياضيين المغاربه الاخرين في الرياضات الاخرى قاعدين يقدموا في مردود طيب. دونك هنا من نجموا صاحبي كان نهنيوا اشقائنا في المغرب. ان شاء الله تونس تخلط من نهار الاثنين، والجزائر وكل المنتخبات العربيه تكون متواجده في المونديال. وبالتوفيق للاشقاء المغاربه في التحضير لكاس العالم وفي التحضير. خاطر يا صاحبي كما شفنا قطر وقت اللي خذت التنظيم اش حضرت وش عملت، وعملت المونديال قعد تاريخ لتوا قاعدوا يحكيوا به العالم الكل على جميع المستويات. ان شاء الله الاشقاء المغاربه ينجوا على نفس المنوال ويعملوا ويحضروا التحضيرات اللازمه باش يشرفوا العرب ويشرفوا كره القدم العربيه والافريقيه في كاس العالم 2030. اون بلوس المغاربه توا اطمنوا على كيفنا احنا. ما تنساش اللي عندهم تنظيم كاس افريقيا للامم في ديسمبر، زاد كيف تحضيرات كبيره قاعده تتحضر. والمنتخب المغربي قاعد هو بيدو زاد كيما الفرق الاخرين يجهز في روحه. نعرفوا صاحبي اخر مره المدرب الرقراقي بصراحه يتحسب على الوضعيه اللي هو فيها. تصور صاحبي عنده ما يقارب 32 لاعب دولي بريسك في نفس المستوى. معناتها شوف باش يختار منهم، شوف ديجا اختيارات صعيبه. المنتخب المغربي صاحبي لا ولا من العشرة الاوائل. المنتخب المغربي
صاحبي رانا عندما توفرت الإرادة المستحيل أصبح ليس مغربيا والإمكانيات إرادة وراح الإمكانيات. لا اسمعني، شو تنجم تكون عندك إرادة والإمكانيات ما فماش. قبل احنا في تونس ما كانش عندنا برشا إمكانيات، ما كان عندنا برشا ملاعبية. نتذكروا مليح الفترة الذهبية السبعينيات والثمانينيات وين المنتخب التونسي صح. مشكلتنا سي صالح لا اسمعني واحنا نبكيو لا اسمعني لا صاحبي مش نبكيو على طلال. حبيت نقول انه نذكر بها هذه رانا كيما نجحنا قبل نجموا ننجحوا توا. اما شنو اراده توا نجم نقولوا الاراده متوفر. الامكانيات يا صاحبي توا الامكانيات كبرت صاحبي. انت تشوف نعطيك هاني كل يوم ونتعدى معك تويتي باش نحكيو على مواضيع امكانيات وارقام رهيبه جدا. ما عندناش احنا الارقام هذيك وما عندناش امكانيات. صالح الخير اللي بلهم يرشنا والاراده موجوده في تونس، وتونس عندها دوله قائمه الذات وعندنا رجال وعندنا ناس وطنيين وعندنا رئيس جمهوريه واقف على كل كبيره وصغيره. ان شاء الله ربي يعطيه طول العمر وان شاء الله يلقى الرجال اللي يملوا بالسياسه الحكيمه نتاعو ولا خوف على تونس على جميع الاصعده بحول الله. يا صاحبي راه فما حقيقه وضعنا فما حقيقة إمكانياتنا غير إمكانيات الأشقاء اللي نحكيو عليه. واضح سي صالح. وبالتوفيق للأشقاء المغاربة في تحضير لكأس العالم وفي التحضير. خاطر يا صاحبي كما شفنا قطر وقت اللي خذت التنظيم اش حضرت وش عملت وعملت مونديال قعد تاريخ لتوا قاعدوا يحكيوا به العالم الكل على جميع المستويات. ان شاء الله الاشقاء المغاربه ينزلوا على نفس المنوال ويعملوا ويحضروا التحضيرات اللازمه باش يشرفوا العرب ويشرفوا كره القدم العربيه والافريقيه في كاس العالم 2030. اون بلوس المغاربه توا اطمنوا على كيفنا احنا. ما تنساش اللي عندهم تنظيم كاس افريقيا للامم في ديسمبر زاد كيف تحضيرات كبيره قاعده تتحضر.